كلفوا مجموعة تنزل تقطع الخط، خط ولد عمر، وكذلك مجموعة يقطعوا خط الحجلة من بعد بيت الحاوي ومن الجانب الآخر للشامي ومن أي مكان. هذا أهم عمل إضافة إلى المتاريس. كلموا الناس أن يتحركوا، وكل شخص يركز على قتل الجنود، وكل شخص يركز على قتل الجنود. فلدينا جيش متمرس ومتدرب يعني وما يتوقف، وقاتل أخواني وكلهم مقاتل. لا، لم نعتدي على شخص، لا، أصحابنا ما قطعوا طريق ولا قتلوا أحد ولا أخذوا مال أحد. بالنسبة لمشكلة اليهود، أن هؤلاء اليهود كان لهم مشكلة مع أبناء المنطقة في آل سالم، وهناك شكاوى من أهل المنطقة منهم. كان هناك طلب من أهل المنطقة منهم أن يرحلوا عن المنطقة بسبب أضرار من جانب اليهود، سواء أضرار فيما يتعلق بتدخلهم في شؤون أبناء المجتمع بشكل كبير، أو فيما يتعلق بالجانب الفساد الأخلاقي أو ما شابه ذلك. بينما اليهود عاشوا بين الزيدية مئات السنين ولم يظلمهم أحد، ولم يظلمهم أحد، ولم يظلمهم أحد. احنا جالسين هناك يعني عايشين في آل سالم دائما جيل بعد جيل. ايوه. واحنا جالسين هناك يعني جلسنا الى فتره يوم يعني، واقبل واحد يعني من انصار الحوثي في آل سالم وادى لنا هذا الورقه الانذار التي يمكن تطلعوا عليها. قالوا لي يعني انكم تغادروا من هنا. قلنا اين تشتينا نروح نرحل؟ قالوا لي انكم تغادروا من هنا لا يبقى اي واحد، ولا سوف تندموا ولا نجي يعني نختطف احد منكم. ها؟ وقاموا يتهددونا وكل حاجه، ورجعوا يقبلوا علي ناس في الليل يعني يتهددوني في الليل ملثمين، وإنها من تشتوا ومن أنتوا لو سمحتوا. قالوا إحنا جينا ننذرك لا تجلس هنا، والله العظيم إن إحنا بنجي ونختطف لنا واحد ولا اثنين ما حد يقدر ينفعكم أبدا. وتم هربنا يعني إلى صعدة من المدينة من المنطقة. أيوة من آل سالم يعني إلى محافظة صعدة. أنذروكم بإيش؟ أنذرونا الإنذار. الحين نغادر من البلاد ولنا 10 أيام. ليش؟ هكذا. يعني نحن 10 أيام نروح نغادر البلاد ولا سووا يذبحونا. في طيبة لا ما حقوها شيء لي ولا صير الحوثي والأنصار. يعني إذا بشرتني هذا يستغيلوا وهذا يرموا وهذا يلقموا وهذا يسووا. قبل وجود الحوثيين قبل ما يظهروا الحوثيين ما كان في أي حاجة، كان احنا عايشين يعني بسلم. لما جاء أصحاب الحوثي هذا وودوا لنا هذا الإنذار وقالوا نغادر المدينة. طيب قبل ظهور الحوثيين كنتم عايشين بأمان؟ كيف علاقتكم بالناس في القبائل؟ كنا عايشين لا أحد يدينا ولا ندي أحد. كنا جالسين في بيتنا وكل واحد جالس في بيته لا يدينا ولا ندي، وكل واحد قايم ببيته وكل شيء من بيته.
لا بس لما جاءهم المسلمين سحروا الحوثي وأدوا المنبر وخرجوا من بلادنا قالوا مغادرة البلاد فورا ولا سوف يدقون. نعم. ايش هذه الافكار؟ هل يعني يقتل الناس لانهم شيعة او لانهم سنة او لانه شافعي او لانه حنبلي او لانه يهودي او لانه نصراني؟ وليست لدينا اي روح طائفية، وليس الخلاف بيننا وبين الشعب او بيننا وبين احد على اساس طائفي. الطائفة الزيدية هي طائفة وسط بين السنية التي هي السنية المتطرفة النواصب اللي نسميهم النواصب والعثمانية المعادين لأهل البيت، وبين الشيعة مثلا الإمامية أو الإسماعيلية الذي مثلا لدى السنيين عليهم بعض الاقتراحات وبعض الانتقادات. مش هذه الأفكار يعني، مش هذا الطرح يطرحوه يا أخي. ما التشيع معروف إن احنا الزيدية أساس الشيعة. هل هناك خلافا جدي بين السنة والشيعة؟ كيف لا يضحك؟ أولا الخلاف بين واقعة صفين في اقتتال 70,000 بسبب خلاف علي ومعاوية. أين دوركم كمرجعية شيعية في التقريب بين الشيعة والسنة؟ الخلاف قد سبق، ما هو إلا تكرارا للماضي. إن معاوية مظل وقد بقي فترة طويلة على بعد من عاصمة الدولة الإسلامية، أظل أمة بأسرها. إن معاوية مظل وقد بقي فترة طويلة على بعد من عاصمة الدولة الإسلامية، أظل أمة بأسرها. سنين طويلة من أيام عمر، من أيام الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق علي وتفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها من يوم أن ولى معاوية على الشام، وهو يعلم من هو معاوية. إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت فيها هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر، المسؤول عنها بالأولى هو عمر قبل أبو بكر نفسه، عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة. الإمام علي عليه السلام خرج أياما معدودة إلى اليمن، وبقي أياما معدودة في المدينة بعد خلافته، وكان في المدينة لا يتفوه بكلمة في ظل الخلفاء الثلاثة، لا يريدونه أن يتفوه بكلمة. لكن يقال أنكم تنتمون إلى حزب محظور. ليس لدينا حزب، ليس لدينا تنظيم سياسي، احنا عبارة عن مجاميع المسلمين هكذا. أولا نحن لم نشكل حركة مستقلة أو حزب حركة محددة مؤطرة بعنوان محدد. تقول أنا رئيس حزب ولست رئيس جمهورية، هو الرئيس هو